تفضل. هيثم سافر الى المهرة عشان يشتغل. حلو. وكان صغير في السن في هذيك الفترة. ممتاز. تعرف الى هذا اسمه محمد. محمد من؟ يشتغل في البلدية في عمان، في نسيت اسم المنطقة بالضبط. كان مسؤول في البلدية. حلو. اشتغل معه. بعد ما صار اللي حكيت لكم اياه، قلت لكم انه مرض، وتواصل معنا بعدها بيوم ونص، قال انا كنت في حالة، ما كنت فاقد الوعي، ما كنت اشعر بشيء. بعدها بفترة، ما هو في نفس الوقت، بعدها بفترة طويلة قال انا اشتي اخطب اختك يا هيثم. وتواصل مع اهل اخته وقالوا لا على عيننا وراسنا، تعال تقدم للبيت من الباب عيوننا. ولما تقدم وخطب رسمي، ولما جاء يوم العقد قال انا بعقد من الخارجيه اليمنيه فقط بوثق العقد. قالوا له من الخارجيه العمانيه رفض، فقاموا بفسخ الخطوبه. بعدها بفتره يراسل هيثم، وانا سمعت الاتصال شخصيا يوم ما اتصل به، وقال له يا هيثم ان ما تجيب اختك للمهره بفضحك برسل فيديوهاتك. وهيثم كان يقول له ايش بالفيديوهات؟ قال له انا سويت بك وعملت بك وعملت بك وعملت بك. طيب اسمح لي فلما اخوه الكبير سمع هذا الكلام قال له خلاص اختي بجيبها لك للمهره. سافر هو اخوه للمهره، كان باتفاق بينهم انهم ما يقتلوه، كانوا يشتوا يضربوه ويأدبوه ويشلوا جوالاته. هذه كانت نيتهم. لما وصلوا هناك تفاجئوا ان الرجال قاومهم، ولا درجه ان الرجال طعن اخو هيثم. بعدين صار اللي صار وقتله. هيثم قام سحب السكين فقط. طيب كان اخوه قال له خلاص خلينا نهرب. قاموا وشلوا الجوالات. هيثم اخذ الجوالات من خوفه ذيك الساعه، كسر الجوالات ورماها على البحر. هذا الكلام صار في محيفيف في ساحل المهره، في كورنيش المهره. ليش ما حضرتوا اخوه للمحكمه؟ هذا القاتل وهذه اثباتات. وروح شيء. تفضل غالي. تعرف شيء؟ واذا كنا حضرنا اخوه كانوا بيعدموهم الاثنين. الاثنين؟ اي لو تتابع مشتركين في الجريمه. اخو هيثم تواصل معاهم في 2018 بعد القضيه أيوة. بشهر، قال لهم انا بسلم نفسي تفكوا الاخو، قالوا نشي يعدموا الاثنين. طيب ما وكلتوا محامين؟ ما في محامين موجودين؟ الا توكل محامين ما في فايده.